السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل ويقول: رأيت أنني في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأجلس في بيته وأنظفه. لعل السائل امرأة أو فتاة أو رجل. نقول إنها رؤية صالحة، إنها رؤية صالحة. آه، صاحب الرؤية سيلقى أيام سعيدة إن شاء الله رب العالمين. وإن كنت تمر يا صاحب الرؤية، ذكر كان أم أنثى، بفترة فيها تعب أو فيها صعوبة، سوف تتخطى هذه الفترة وسوف تصل إلى مرادك. بمعنى هموم لا، مشاكل لا، معاناة لا، القادم كله تنال كل ما تتمناه. وإن كانت صاحبة الرؤية مثلا عزباء، زواج. وإن كان شاب سيتزوج من فتاة صالحة، والفتاة تتزوج من رجل صالح. فأما من يرى عصر النبوة وبيت النبوة فهذا نور، هذا نور من الله سبحانه وتعالى، ويبشر صاحبه بسعادة كبيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم من رآه فقد رآه فقد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به أبدا. والله سبحانه وتعالى يريد من الرائي أن تكثر من التقرب إليه بالطاعة. ومن أفضل الرؤى والمحمودة رؤية النبي وبيت النبي وعصر النبي، ولا تحدث إلا لمن قوي إيمانه واتصل بربه عز وجل. وهذا يختلف عن معاني البيوت القديمة في المنام. فلو في إنسان شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام على غير صورته الحقيقية، يعني يقول لك تقرب انت من الله اكثر، سوف تراه حقيقة. هذا والله اعلى واعلم.